مساء الخير عليكم. لو انتوا كده من عشاق البسبوسة ومن عشاق كده الحلويات الشرقية، النهاردة جايبة لكم بقى وصفة كده تحفة ما تتغيرش كده عن الايه البسبوسة اللي احنا بنشتريها من محلات الحلواني الفخمة. الوصفة دي ليكي لو البسبوسة مش بتظبط النهاردة هنجربها بأقل المقادير خالص، اللي هتخليكي تشوفي الفيديو حالا وتقومي تجربيها بنفسك عشان تقتنعي وتتأكدي ان هي سهلة جدا وتقدري تعمليها في البيت بكل احترافية وكل سهولة. والكل فعلا هيتجنن على طعمها ويقولك ايه الحلاوة والقمر اللي انتي عاملاه دوت. وهيقول لك دي فعلا زي بسبوسه بر، بسبوسه كده زي الكتاب ما بيقول. النهارده بقى نعمل البسبوسه المكرمله، البسبوسه المبسبسه كده الجميله التحفه. زي ما قلت لك تابعي الفيديو معايا للاخر، ان شاء الله هعمل لكم انجح وصفه بسبوسه هتدعي لي فعلا عليها. هتقدري لو انت عامله مشروع تدخليها في المشروع وتكسبي وتنجحي فيها والناس هتطلبها كل شويه. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير مع بعض. انتوا شايفين من جوه عامله ازاي؟ وشها كده زي قلبها دايبه ومكرمله كده من جوه زي من بره، وريحه السمنه البلدي مفحفحه كده فيها. فلو نفسك بقى كده في بسبوسه تخطف القلب قبل اللسان وتبهري بيها كل اللي حواليكي، يلا بقى استعدي معايا كده وهاتي ورقه وقلم وقومي يلا علشان تحضريها دلوقتي. لان احنا النهارده هنعملها باقل التكاليف اللي ممكن اللي تقدري تكوني موفراها في بيتك دلوقتي حالا وتقومي تعمليها. فانا هعملها النهارده بكوبايتين من دقيق السميد، وكلنا اكيد عندنا دقيق سميد في البيت، ولو مفيش يلا انزلي بسرعه السوبر ماركت هاتي دقيق سميد ويلا بينا على المكونات. في وok كده كبير انا هجيب تلت كوبايه من السكر ومعاهم معلقتين كبار كده من الميه، هرفعهم على النار. تقدري طبعا تستخدمي سكر تموين عادي، مش شرط سكر الابيض دوت. بس نصيحه كده، لو سكر تموين اللي هو بتاعنا اللي بيبقى غامق شويه، اطحنيهم اديهم طحنه كده بحيث ان هو يبقى سهل جدا معاكي، وصدقيني برضه هتنجح. اطحني الاول السكر التموين وبعدين حطيه كده على النار يتكرمل، سواء بقى سكر تموين سواء سكر عادي كله هيتكرمل. بس ما تنسيش معلقتين الميه اللي انا هحطهم. انا حطيت كده السكر علشان يتكرمل على النار مع معلقتين الكبار من الميه. اول بقى ما يتكرملوا على النار هنزل بنص كوبايه من السمنه البلدي. تقدري طبعا تستخدمي سمنه عاديه، بس هي طبعا البسبوسه عايزه سمنه بلدي. تقدري تخلطي ما بين السمنه العاديه وما بين السمنه البلدي. قلبت كده السمنه مع السكر المكرمل، هنزل بكوبايه الا ربع من الحليب او الميه. كوبايه الا ربع بس يا جماعه، مش اكتر ولا اقل. كده خلاص الدنيا كده اتلمت مع بعضها وبقى كده عندنا كراميل كده طعمه تحفه ويجنن. هنزل بمعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. مفيش عسل جلوكوز استخدموا عسل نحل عادي، مفيش عسل نحل حطوا معلقتين شربات تقيل. خلاص سبتهم كده يبردوا على جنب، وبعدين طبعا ما تنسوش ذرة الملح البسيطة دي كده بتنقل الطعم لحتة تانية. خلاص انا كده حطيت ذرة الملح والخليط بقى هادي كده وبارد. هنزل كده بكوبايتين من الدقيق السميد الناعم. مفيش اسهل من كده، وصفة تحفة وبسيطة. هحط بقى كمان ايه يعني ربع كده معلقة صغيرة او شوية بيكنج باودر على طرف المعلقة، ايه واقلبهم كلهم كده مع بعض، وابتدي ان انا المها كده بطرف صوابعي، لان البسبوسة ما بتحتاجش عجن كتير علشان ما هتعضم معايا. خلاص كده اجيب بقى مقاس صينية 28، وبعدين ادهنها بقى بشويه سمنه كده بلدي حلوين. تقدروا لو انتوا يعني عايزين برضو تقتصدوا في الوصفه، حطوا معلقه سمنه ومعلقه ايه طحينه، هيبقى برضو طعمها جميل. احط بقى كده خليط البسبوسه المبسبسه القمر بتاعتي دي اللي انا خلطته كده بحنيه علشان ما تعضمش معايا. افردها كده ابل ايدي كده بشويه ميه او شويه حليب، وابتدي ان انا اوزعها في الصينيه واخليها كده كلها على سمك واحد او على مستوى واحد. تقدروا طبعا تحطوا شويه مكسرات، تقدروا تحطوا شويه جوز هند طبعا كمان في قلب دقيق السميد، تزودوا جوز هند وانتوا بتعجنوا البسبوسه. بس انا بصراحه مش بحب طعم جوز الهند شويه فيها. انا حطيت هنا شويه بندق مقشور، تقدروا تحطوا فول سوداني، تقدروا تحطوا اي نوع مكسرات، تقدروا كمان تسيبوها ساده. يعني يا جماعه ما تصعبوش الدنيا على نفسكم، الموجود حطوه. لو شويه فول سوداني مش هتقول اي حاجه وهتبقى جميله برضه. اسيبها ترتاح شويه وبعدين ادخلها الفرن. اول ما تدخل الفرن ابتدي اجهز الشربات. الشربات بتاعي مفيش ابسط منه، كوبايه وربع ميه على كوبايه وربع سكر، والمقدار ده تمام مظبوط على صينيه مقاس 28 كده للناس اللي عايزاها سكرها كده معقول. وعصره نص ليمونه ارفعهم على النار لحد ما يبقى كده القوام حلو معايا، وفي الاخر احط شويه فانيليا ومعلقه سمنه بلدي بس. البسبوسة تدخل على فرن درجة حرارة متوسطة، تاخد حوالي من نص ساعة لساعة إلا ربع كده على درجة حرارة هادية، عشان ايه يبقى مستوية معايا ومش طعم الدقيق باين فيها. ابتدي ازاي اعرف ان هي استوت؟
إن هي الصينية خلاص بتسيب من بعضها، يعني إحنا مش هنبقى عارفين لإن هي أصلًا داخلة الفرن لونها متكرمل، فإحنا مش هنبقى عارفين. هو أول ما تسيب كده من بعضها والأطراف تكون سابت الصينية، تمام كده يبقى هي استوت وهتلاقوا الحمار بتاعها بان. أبتدي بقى أفتح الشواية وخلاص، يعني تاخد لون وتطلع من الفرن، أحط الشربات وهي سخنة. لازم الشربات يبقى سخن، البسبوسة سخنة والشربات كمان سخن. أحط الشربات وبعدين أغطي عليها وأسيبها تهدى خالص عشان تفضل محتفظة بقوامها وتبقى طرية. وما تقلقوش هي كده شوية لما تبرد هتبقى قطع وتبقى خرطة كاملة على بعضها، تقدري تقطعيها زي محلات الحلواني بالظبط. هي كده يعتبر بتدوب كده معايا، أنا بحبها كده قوي دايبة كده جنب بقى فنجان القهوة. يا سلام عليها، هي بتدوب كده لأن هي لسه سخنة. أنا بصراحة بحب أكلها سخنة، انتوا أصلا مش هتحبوا تستنوا إن أنتم تسيبوها حتى تبرد، يعني هي الصينية أصلًا هتخلص وهي سخنة. الطريقة يا جماعة تحفة وجميلة، والوصفة ممتعة فعلًا واقتصادية، وبأقل المكونات هتقدري تعملي أحلى صينية بسبوسة في البيت بطريقة احترافية، بطريقة المحلات، البسبوسة المكرملة. الناس اللي مش بتضبط معاها البسبوسة، الوصفة دي حرفيًا هتنجح معاهم وهتدعوا لي عليها، والله تحفة وجميلة. فيالّا قوموا بقى جربوها، ولو عجبتكم الوصفة كده ما تنسوش اللايك والشير و تسيبوا لي كده كومنت، والناس اللي هتجرب تقول لي رأيها في الكومنتات عملوها ولا لأ. انا كنت منزله طريقه بسبوسه قبل كده برضه، هبقى اسيب لكم طريقتها في الكومنتات عشان اللي حابب يجرب دي او يجرب دي بقى ويستقر كده على انهي طريقه. بس الاتنين فعلا تحفه، ما يتخيروش عن بعض، الاتنين بطريقه المحلات الكبيره بتاعه الضمايطه كده، محلات الحلويات الكبيره. فلو عجبتكم الوصفه بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واستنى رايكم. اشوفكم على خير الوصفه الجايه ان شاء الله. انا ديجا ودي قناتي، باي باي.